السلام عليكم وأهلا بكم في قناة دي سبورتس. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلك آخر أخبار ريال مدريد اليوم. مشاهدة ممتعة. كشفت تقارير صحفية فرنسية عن العقوبة التي قرر نادي باريس سان جيرمان فرضها على نجم الفريق ليونيل ميسي بسبب سفره إلى المملكة العربية السعودية. يأتي هذا في إطار السفر المفاجئ لليونيل ميسي إلى المملكة العربية السعودية أمس الاثنين، حيث يتولى منصب سفير السياحة المحلية في الدولة العربية. وذكر التقرير صباح اليوم أن لاعبي باريس سان جيرمان تفاجأوا بغياب ميسي عن التدريبات، حيث توجه إلى السعودية بعد أقل من يوم من خسارتهم أمام لوريان في الدوري الفرنسي. وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية أن هناك اتجاه داخل باريس سان جيرمان لفرض عقوبة على ميسي لكونه سافر بدون الحصول على إذن، وهو ما أثار استياء ناصر الخليفي رئيس النادي. وحسبما أوضحت شبكة أورنسي سبورت الفرنسية منذ قليل، فإن باريس سان جيرمان قرر بالفعل معاقبة ليونيل ميسي بسبب رحلته إلى المملكة العربية السعودية. وأشارت إلى أن العقوبة تتمثل في إيقاف ميسي عن اللعب لمدة أسبوعين، وذلك بأثر فوري. وخسر باريس سان جيرمان أمام لوريان ب3 أهداف مقابل هدف يوم الأحد الماضي، مع العلم أنه سيلتقي مع طرو يوم الأحد المقبل في الدوري الفرنسي. من جانبها ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ميسي لن يكون قادرا على اللعب أو التدريب خلال فترة العقوبة، كما أنه لن يحصل على راتب في الفترة نفسها.